الحمام اللي المفروض ابيعهم. طبعا انا حطاهم هنا في الطبق البلاستيك ده لحد بس زي ما اتفقنا لازم الحمام يكون عطشان علشان يشرب على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله طبعا الجمعة بقى زي ما قلت لكم في فيديو امبارح، وقلت لكم ان انا ان شاء الله هبيع جوزين حمام في السوق. انا طالعه دلوقتي علشان اخد جوزين الحمام ابيعهم. وطبعا شكل الاوضه زي ما انتم شايفين الى حد ما يعني بدا يتبهدل اهو. طبعا بحطت ايدي معاكم في الفيديو، كنست ونضفت وحطيت اكل وميه بالليل ونزلت لكم الفيديو على طول، وما عملتلهمش حاجه تاني بقى، ولسه طالعه لهم دلوقتي. ايه بقى هعمله دلوقتي؟ طبعا في مكون حلو جدا هنحطه مع بعض بس مش دلوقتي. المكون ده هو سر زيادة إنتاج الزغاليل عندي، وسر زيادة البيض، والتزاوج المستمر اللي هو موجود عندي في الفترة الحالية. طبعا الحمام عندي كان بقاله فترة متوقف عن البيض تماما وما كانش بينتج، فالحمد لله بفضل الله بدأ خلاص إنتاجه بيزيد الفترة دي، وكل الحمام عندي بدأ يبيض وبدأ يطلع زغاليل صغيرة. والسر في المكون اللي احنا هنحطه مع بعض النهاردة. بس قبل ما نحط المكون لازم نعطش الحمام. فأنا عشان أروح السوق دلوقتي هشيل بس المسائل بتاعتهم دي من قدامهم. هشيل كل الميه ديت اهي، هبعتها بعيد خالص علشان ما يشربوش منها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هم قدامهم غله اهي، هسيبهم طبعا يفطروا بيها بقى وينقوها كده لحد ما اجي من السوق واعطشهم شويه علشان اجي احط لهم المكون ده. طبعا انا جهزت المكون علشان خاطر يبرد بقى، لان ما ينفعش احطه سخن. استنوني ان شاء الله بقى هروح ابيع الحمام وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده جبت الجوزين الحمام اللي المفروض ابيعهم. طبعا انا حطاهم هنا في الطبق البلاستيك ده لحد بس ما اجهز كده الشنطه اللي انا هحطهم فيها علشان ما يتبولوش في الشقه عندي ويبهدلوا لي الدنيا. هاخدهم بقى دلوقتي واطلع على السوق على طول. بصراحه كنت حابه ان انا اصور لكم وانا ببيع واوريكم اشكال الحمام في السوق وكده، بس ما اتاحش ليا الفرصه الحقيقه. ان شاء الله فرصه تانية ابقى اصورها لكم. انا خدت لكم كده لقطه بسيطه من سوق الخضار، لان سوق الخضار بتاعنا بيبقى برضو جنب سوق الطيور. اسيبكم بقى وارجع ان شاء الله بعد ورجعنا مع بعض حبايبي بعد ما رجعت من السوق. طبعا هقول لكم بقى انا بعت الحمام بكام النهارده. الحمام البلدي كان عامل من 45 ل 50 جنيه الجوز. هو اسعار الحمام البلدي ما بتختلفش كتير عامه يعني، او بمعنى اصح هي لما بتكون رخيصه بيكون الجوز ب 35، بيكون سعرها كويس ومناسب بتبقى ب 50. في ناس بتقول لي ده احنا عندنا الجوز ب 70 وب 60. لا بصراحه ما عندناش الكلام ده هنا في بلدنا. احنا عندنا الاسعار ديت هي اللي موجوده. انا رجعت اهو بقى زي ما انتم شايفين خلاص. هبدا بقى دلوقتي بس اعمل ايه، هلم كده الغله دي، هلمها على بعضها بس كده عشان متنطوره. طبعا هجيبها كده في نص المشمع بالشكل ده كده اهو، وابدا اكومها على بعض بالشكل ده بحيث ان هي ما تتبعزقش على الارض. وتعالوا بقى نشوف المكون اللي هنحطه مع بعض ونقول على فوائده الرهيبه. المكون ده يا جماعه انا كنت بحطه الاول بس باسلوب مختلف، ففي متابعه في القناه قالت لي على اسلوب حلو جدا ان هي بتتبعه وجاب معاها نتيجه فعاله. فطبعا انا زي ما بفيدكم انتم بتفيدوني، فانا جربت بالفعل المكون ده زي ما هي قالت لي بنفس الطريقه اللي هي بتتبعها بيه، وجاب معايا نتيجه جباره. تعالوا نشوف هو ايه وهنستخدمه ازاي. ده المكون بتاعنا يا جماعه وهو الحلبه. طبعا انا غليتها. الحب بتاعنا طبعا كتير اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا بعد ما استوت بالشكل دوت وخرطت كده في الميه ونزلت طبعا كل لونها في الميه بالشكل ده، سبتها طبعا بردت. انا كنت بغليها من قبل ما اروح السوق وقلت بقى اسيبها تبرد. هناخد بقى الميه دي بتاعه الحلبه احطها على ميه الحمام، والحب ده هحطه على الغله بالشكل ده. طبعا مش هحطه كله، هحط بس نصه كده، ولما اطلع اعشيهم بالليل ان شاء الله هبقى احط النص التاني. هقلبهم بالشكل ده على بعضهم. طبعا مش قادره بقى اقول لكم على فوائد الحلبه بالشكل ده كده اهوت. انا كده قلبتها مع الغله علشان ينقوها
والشويه بقى اللي فاضلين دول هحط لهم بالليل على العشاء ان شاء الله. اما ده بقى انا دلوقتي هغير ميه المسائي واحطها لهم، وهرجع لكم علشان اقول لكم الفوائد الرهيبه بتاعه الحلبه. انا كده يا جماعه غسلت المساء زي ما انتم شايفين اهوت، وحطيت فيها الميه. طبعا كميه الميه مش كتير، هحط كده نص الكميه بتاعه ميه الحلبه هنا ونصها هنا. بس زي ما اتفقنا لازم الحمام يكون عطشان علشان يشرب على طول. زي ما انتم شايفين كده، لان طبعا شكلها متغير كده، لونها متغير اهو بالشكل ده كده. وطبعا هم مش متعودين ان هم يشربوا دايما ميه لونها كده، فهم طبعا لازم ان احنا نخمهم ونسيبهم عطشانين شويه، بس مش كتير، يعني حوالي ساعه او ساعتين، وبعد كده تقدم لهم الحلو. هبدا كده اغطي بس المسائي وبعدين نتكلم مع بعض على فوائدها على طول. انا طبعا لو فضلت اتكلم على فوائد الحلبة التي لا تعد ولا تحصى، انا عايزه حلقات كامله ورا بعضها كده علشان اقدر اتكلم فيها. الحلبة يا جماعه مكون رخيص جدا، وفي نفس الوقت حاجه كده كنز في بيتك بجد، وهيزود لك انتاج الحمام. اول حاجه واهم حاجه طبعا اللي احنا عاملين علشانها فيديو النهارده، ان هي محفز قوي جدا جدا للتزاوج، اذا كان للذكوره او للاناث. للذكوره ازاي؟ علشان لو طبعا الذكر بيلقح الانثى، والانثى بتبيض بيض رايق ما فيهوش اجنه، فطبعا ده بيعالج الموضوع ده. ولو عندك الحمامه النتايه غابت وما بتبيضش، طبعا احنا عارفين ان النتي بتبيض على 6 شهور، لو غابت عندك اكتر من كده حط لها الحلبه بالشكل ده. ولو عندك النتايه كانت بتبيض ووقفت فجاه لفتره معينه وغابت بقى علشان تبيض تاني، برضو حط الحلبه بالشكل ده. الفايده التانية بقى اللي هتفاجئكم كلكم، يمكن ناس كتير جدا ما تعرفهاش، ان الحلبه لما بتتعمل بالاسلوب دوت تتغلي وتتحط بالشكل ده، طبعا بيبقى ليها ريحه نفاذه وقويه جدا، بتعمل على طرد الفاش. الفاش ده طبعا حشره مقززه جدا بتيجي عند الحمام من عدم النظافه، من اي سبب من الاسباب، وبتدخل طبعا بتلبت كده تحت ريش الحمام وبتنشفه وبتخليه ما ياكلش وبيخس وممكن يموت ويكش عندك بسبب حشره الفاش دي. فطبعا ريحه الحلبه القويه بتطرد الفاش من المكان. غير كده ان هي يا جماعه كمان بتحتوي على بروتين وفوسفور ودهون، بتخلي كمان لو انت عندك زغاليل صغيره، الامهات طبعا والابهات اللي بياكلوا منها او بيشربوا من ميتها بيروحوا بقى طبعا ياكلوهم ويسقوهم، بتزود حجم الزغاليل الصغيره. غير كمان ان هي بتحمي الحمام من التسمم، يعني احيانا كده بيحصل تسمم مفاجئ ما تعرفيش ايه هو السبب، فهي طبعا بتحميه من كده لانها مضاد حيوي قوي جدا جدا. فيها فوائد كتير وفيها مميزات كتير جدا، بتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله هتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. وبتمنى طبعا لو معلوماتنا في فيديو النهارده افادتكم وعجبتكم، ما تنسونوش يا حبايبي باللايك للفيديو، وكمان تعليق كده حلو زيكم. اذا كنتوا حابين تسالوا في اي حاجه ان شاء الله هجاوبكم. وكمان يا جماعه لو انتم بتتفرجوا عليا ومش مشتركين في القناه، بتمنى ان انتم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان كل فيديوهاتنا توصل لكم اول باول. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.